ده انا هطربق الدنيا فوق دماغه ودماغ ولاده يا دادي. مراته عرفت كل حاجة وطلعت بنت نمرة ذكية بلعت الموقف، مش زيك مندفعة ومتهورة وخانق ذكائك. دادي ارجوك ما تستفزنيش. This is a fact my ناني، دي الحقيقة. وانا اعمل ايه؟ شغلي ذكائك. انت عندك سلاح تاني استعمليه، استعملي رقتك انوثتك. ده جوزك ريتش، حاولي تستحوذي عليه. يعني اعمل ايه يا دادي؟ اروح له اطارده تاني؟ الفيلد مارشال مونتجومري كسب المعركة بالصبر والتكنيك من الثعلب رومل. رومل ايه بس وفيلد مارشال ايه يا دادي؟ انا في محسن العطار واللي بيعمله فيا ده لازم يجي لحد عندي ويجي لي كمان راكع. نريمان deeply in love with you، بتحبك جدا، انت كمان بتحبها جدا، ليه ما تعيشوش مع بعض؟ اسف ما اقدرش اعيش معاها. ده اخر كلام عندك؟ ايوه يا رستم باشا، ده اخر كلام عندي. خلاص مفيش قدامي غير المحاكم. انا حق بنتي ما يضيعش خالص. واضح كده انك انت مش عاوز تسمع لكلام العقل، واضح انك انت ناوي تبهدل بنتك في المحاكم. انت عايز تسيب بنتي زي البيت الوقف؟ انا ممكن اجيب شهود انك هاجرها، وما اكتر الشهود على القهوه. انت هتقول لي انت احسن واحد تجيب شهود زور. اللي تغلب بيه العب بيه يا اكسلانس. لا يا رستم باشا، الكلام ده تروح تقوله في التير وتقوله في سبق الخير، لكن هنا لا. شوف بقى يا رستم باشا، انا مسكن بنتك في مسكن شرعي وهبعت لها فلوس كل شهر، ومرتب نفسي ممكن اروح اشوفها كده لمده 5 دقايق واخلي كل الجيران يشوفوني واخلي كمان البواب يشوفني، وانا ومراتي متفقين على كده. هقول لك ايه، ابن سوق صحيح. شوف بقى انا بحذركم، انا ممكن اعمل حاجات كتيره تضايقكم، لكن انا لغايه دلوقتي مقدر انك انت راجل كبير في السن، وكمان مقدر انك لازلت حمى اخويا الصغير. نو انت ما عملتش حساب حد خالص. بالعكس، ده انا عامل حساب ليكوا، ده انا لولا ان انا عامل حساب ليكوا كان زمانكوا دلوقتي متمرمطين في المحاكم. انا قلبي عليك، احنا ممكن نهد الدنيا. ارجع لنريمان احسن. اسف، قفلنا، شطبنا، البيعه ما عادتش تنفعني. انا دلوقتي بقولها لك بشياكه وبلغه السوق. تحب اقولها لك بالانجليزي عشان تفهمها اكتر؟ لا اوكي. عاوز تدفع كام؟ ايوه اهو كده بقى نعرف نتكلم مع بعض. كده بقى انت كشفت ورقك. انت عاوز كام؟ 150,000 جنيه ده المؤخر، ونفقة متعة، نفقة عدة وتعويض قدهم. نعم، تعويض؟ ايوه، انت اتجوزت بنتي مرتين ورميتها مرتين، تعويض ادبي طبعا. بالعكس، ده في الحالة دي بقى انا اللي محتاج لتعويض، لان مرتين بنتك ثبت انها لا تصلح انها تكون زوجة وفية. فين العشرة؟ فين العيش والملح؟ للدرجة دي كارهها؟ ابدا، انا بتمنى لها كل الخير، لكن بقى اسلوب الابتزاز والتهديد انا ما اطيقوش. شوف يا رستم باشا، حقوق الشرعيه هتاخدها زي ما ربنا قال بالظبط، بس بالطريقه اللي تريحني انا، لكن ابتزاز لا. وده اخر كلام عندي. يوه، بس ده مش اخر كلام عندي يا سي بابا. مش هسيبه ومش هبريه، وانا ليا تصرف تاني مع ابو عين زايغه. اما ربيتك يا محسن ما بقاش انا، واما فقعت مراتك يا عنبايه زي ما انت حرقه دمي ما بقاش انا نريمان يا سي بابا. يا بنتي ما تحيرنيش، قوليلي عايزه الفلوس ولا لا؟ دادي انت على طول كده متسرع، اول ما بتسمع سيره الفلوس عقلك بيطير. ارجوك اخرج من الموضوع وانا اتصرف. اخرج من الموضوع؟ يعني انتي هتعرفي تتصرفي لوحدك مع محسن شلقامي؟ انتي بتحلمي يا ناني يا حبيبتي. انا رحت له في مكتبه في الوكالة
وانا صاحب حق، خرجت من عنده محقوق. هتشوف يا دادي نريمان هتعمل ايه. والدهب ده يا محترم بتاع مين؟ لا لا مؤاخذة بقى، احنا ما بنبيعش بيع مزنوقين فيه ولا حاجة. انا عارف الدهبجية بينتهزوا الفرص اللي زي ديت. لا احنا سارقين ولا جايبينه من هنا ولا من هنا. لا، الدهب ده بتاع الست المرحومة والدة سي محسن الشلامي. يعني بيقلب في دفاتره القديمة. بقول لك ايه، انت لا يقلب دفاتره القديمة ولا الجديدة، انت حضرتك تجيب النضارة وتفحص وتمعن في الدهب وتشوف خامته زي الفل اهي قدامك، وبنفس النضارة برضو تمعن فيا. انا زعتر مساعد سي محسن الشلامي. يلا اشتري بقى، كل واحد يروح لحاله. لما انتوا طالعين فيها قوي وليه نعمتك عامل لي تاجر مليان يبقى حسابه مكشوف. وشيكو البنك ردهولي تاني، ده انا كنت هخرب بيته لولا الدكتور سامي دفع بداله. ها قلت ايه؟ هتبيعني باللي قلت لك عليه ولا تروح للدكتور سامي ترهنهم عنده؟ انت لسه زعلان مني يا محسن؟ انت حطيتني في موقف محير قوي يا سامي. لا انا عارف اشكرك ولا قادر الومك وعاتبك. يا اخي احنا اصدقاء عمر، انت بتتكلم في ايه؟ انت لو مكاني كنت عملت ايه؟ كنت هتصرف زيك بالظبط. انت اخي طول عمرك مظبوط في كل حاجه. مع ان في ناس بتزعل مني لما اروح لهم في ميعادي بالظبط. احنا الاتنين زي بعض، يتظبط علينا الساعه. انا من رايي ان الميعاد كلمه وارتباط. مع اننا في زمن دلوقتي بقى عدم احترام المواعيد فيه موضه وشياكه. يا ترى مين فينا اللي صح؟ احنا ولا هما؟ ايوه يا سي محسن، طلبتني من شويه. معلش اصل الوكاله كانت بتشغل تحت. بسم الله ما شاء الله، انا تحت امرك. عاوزك تجيب لي كشف حساب اسمتي ونصيبي اللي في البنك التاني. من عينيا الاثنين، 5 دقايق يكون عند حضرتك بالاذن. بشرفي، لو دفعت المبلغ قبل ما تساوي ديونك تبقى خسرتني. بعدين يا محسن. يا سامي ما حدش ضامن الحياه من الموت. حياتك وحياة أولادك أغلى من الدنيا كلها، بس علشان خاطري مفيش داعي تقرب من وديعة الأولاد. انت بتوصيني انا؟ أنا خايف تطلع في دماغك تدفع منها نفقة مؤخر نريمان. مستحيل. النفقه والمؤخر دول هيدفعوا بالتدريج وبالمساواه. الو نريمان؟ نعم دكتور. طب وانا مالي؟ محسن حبيبي، عندي ليك مفاجأة مش هتصدقها. أخيرا ربنا حقق أمنيتي، أنا حامل يا محسن. مش مصدق؟ أنكل شهاب معاك، اتأكد منه. الو محسن باشا، مبروك يا بطل. طبعا انا احب ابشرك بنفسي، نريمان حامل. ايوه معايا دكتورة امراض النساء. قالت لك ايه يا محسن؟ في ايه يا اخي؟ اتكلم طمني. نريمان بتقول انها حامل. حامل؟ برافو برافو. الله نريمان حامل. بنتي هتخلف، بنتي هتخلف، بنتي هتخلف الولد اللي يقولش، القاس اللي يكسب، الحصان اللي يسبق كل الخيل ويسبقهم بكم طول وكم رعبة. مفاجأة غريبة قوي، خبر ما كنتش هتتوقعه. فرحيني يا ست الحلوين. زعتر كان عندي امبارح. زعتر؟ زعتر مين؟ زعتر اللي بيشتغل عند محسن. محسن مين؟ محسن شلقامي ابو الولدين. زعتر ومحسن وشلقامي؟ انت بتتكلمي في ايه يا سوسن؟ محسن شلقامي ابو الولدين التوأم السيامي، اسمتي ونصيبي. تصور مراته التانية حامل وهتخلف. انا بكلمك في مشروع حبنا وجوازنا، وانت مش هنا خالص. انت في السيامي والمنغولي.
ترى اهتمام محسن بالولدين لما يخلف هيزيد ولا هيقل؟ لعبة؟ ايوه لعبه. دي اختي وانا عارفاها، تعمل اي حاجه في الدنيا عشان تتملك. ايوه هي طموحها زيادة شوية. لا يا حبيبي، ده مش طموح، ده طمع، وطمع زايد كمان يخليها تعمل اي حاجه، ان شاء الله يا رب تتحالف مع الشيطان. الشيطان؟ قصدك يعني اللي يخليها تكتك حكايه الحصبه الالماني يخليها تعمل اي حاجه في الدنيا. حصب ألماني؟ انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم حاجة. مش وقته، مش وقته، مش ده المهم. دي عايزه ترقص الكل، اللعيبه والحكم والجمهور، وكمان تجيب جون. لكن لا، انا مش هسيبها.